السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة أسماء أبو زيد. هنكمل مع بعض النهاردة شرح مديول الأكسس تحول رقمي عربي 2024. احنا كنا أخدنا جزئين، جزء أول وجزء تاني، والنهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض الجزء التالت، وهيبقى فيه جزء رابع وأخير إن شاء الله. تمام، دلوقتي نفتكر مع بعض كده احنا أخدنا ايه في الجزئين اللي قبل كده. أخدنا يعني ايه بيانات ويعني ايه معلومات، وعرفنا عشان البيانات تتحول لمعلومات لازم تمر بمرحلة اسمها البروسيسنج أو المعالجة، وفي برامج كتيرة جدا بتقوم بعملية المعالجة اسمها Database Management System DBMS. ولكن احنا هنا في البي دي اف كان بس شرح الاكسس، يعني متعمق بس في الاكسس، مش هيشرح اي برنامج تاني. تمام. وبعد كده اخدنا تصميم قواعد البيانات وخطوات تصميم قواعد البيانات، وعرفنا ان الجدول فيه الاكسس العمود والصف ليهم اسامي مختلفة. العمود اسمه حقل والصف اسمه سجل. وكمان اخدنا النماذج اللي هو النموذج الهيكلي والعلائقي، واخدنا القائمون على اداره قواعد البيانات وكل واحد والوظيفه بتاعته. وطبعا كل جزء احنا بنشرحه زي ما معودينكم، اللي احنا بنحط عليه الاسئله اللي جت في الامتحان. واخدنا انواع المفاتيح وانواع العلاقات وانواع قواعد التسويه، وده كله كان عباره عن تمهيد لقواعد البيانات عموما. لكن احنا بقى لما نبتدي نتكلم عن برنامج من برامج الداتابيز مانجمنت سيستم اللي هو الدي بي ام اس، احنا هناخد بس الاكسس اللي هو اصدار 2019. اخدنا يعني ايه اكسس والمميزات بتاعته، وبعد كده فتحنا البرنامج، اخدنا مكونات النافذه الرئيسيه، وبعد كده عرفنا ان احنا عندنا قائمه ملف وعندنا تبويبات، تبويبه الصفحه الرئيسيه وانشاء وبيانات خارجيه وادوات قواعد البيانات. طبعا احنا اخدنا اول حاجه تبويب الشريط الرئيسي، وبعد كده عندنا تبويبه انشاء، وتبويبه انشاء دي تعتبر من اهم التبويبات الموجوده في البرنامج، لاني اي حاجه انا عايزه ابتديها في البرنامج وابنيها تبقى من التبويبه دي. التبويبه دي فيها ايه؟ فيها 5 حاجات. فيها حاجه اسمها جداول تيبلز، وحاجه اسمها الاستعلام كويريز، والنماذج فورمز، والتقارير ريبورتس، وماكرو. طبعا احنا كنا شارحين قبل كده الجداول في الجزء الثاني. النهارده هنكمل مع بعض الاستعلام والنماذج، وفي الجزء الرابع والاخير ان شاء الله هناخد التقارير والماكرو، وهنكمل بقيه برنامج الاكسس. نبتدي مع بعض الجزء النهارده هو الاستعلام كويريز. الاستعلامات ليها كذا تعريف، وبتيجي في الامتحان بالصيغ المختلفه بتاعتها، فهتحسوا اصلا ان الكلام بيتكرر وان كله نفس المعنى. فالهدف من التكرار هنا اللي احنا مش بنكرر وخلاص، لا، الهدف منه ان هو في الامتحان بيجي بالصيغ دي. يعني بتيجي التعريف بتاعة الاستعلامات في الامتحان بالصيغ المختلفة دي. بينا نعرفكم كل الصيغ، بحيث لو جالكم اي واحدة منهم في الامتحان تعرفوا ان شاء الله تحلوها وما يحصلش لخبطة. طب يعني ايه استعلام؟ الاستعلام هي كائنات لتنفيذ عمليات على البيانات في الجداول. يعني هي حاجة انا بستخدمها عشان اقدر من خلالها انفذ عمليات على البيانات الموجودة في الجداول. ممكن برضو ليه تعريف تاني، هو طلب القيام بإجراء على البيانات، أو الاستعلامات تمكنك من إجراء سؤال على قاعدة البيانات، وبيعد وصفا للسجلات التي ترغب في استرجاعها من قاعدة البيانات، والعرض البيانات برضو من عدة جداول معا في نفس الوقت. يبقى أنا ممكن أستخدم الاستعلامات عشان أعرض البيانات من عدة جداول معا في نفس الوقت. طب ايه مميزات الاستعلامات؟ مميزات الاستعلامات 3 حاجات. اول حاجه استخدام الاستعلام تحديث السجلات وحذفها واضافتها في عمليه واحده. يبقى من مميزات الاستعلام هو تحديث السجلات وحذفها واضافتها في عمليه واحده، وكمان اجراء العمليات الحسابيه. والميزه الثالثه عرض البيانات من اكثر من جدول. يبقى دول ال3 ميزات بتوع الاستعلامات. طب الاستعلامات عندي 5 انواع، وعايزه اقول لكم يا جماعه الارقام هنا مهمه، لازم تكون عارف عدد الانواع ايه. يعني انواع الاستعلامات 5. هنلاقي بعد كده عندنا حاجه اسمها استعلام اجرائي، هنلاقيه 4 انواع. ففي الامتحان ساعات بيقول لي هم كام نوع، فلازم اكون عارفه. فانواع الاستعلامات 5 انواع. استعلام التحديد سيلكت كويري، استعلام اجرائي اكشن كويري، استعلام البارامترات اللي هو بارامترز كويري، واستعلامات جدوليه كروستيب كويري، واستعلامات سيكوال. المصطلحات الانجليش بتيجي في الامتحان، ساعات ما يقوليش استعلام تحديد، يقول لي سيلكت كويري، فلازم اعرف يعني ايه سيلكت كويري. تمام. طب
بيقول لي اول استعلام معايا اللي هو اسمه استعلام التحديد سيلكت كويري، يعتبر من اكثر الانواع شيوعا. وعايز انبهكم الحاجات اللي انا مظلله عليها بالازرق او حاطه تحتها خط، دي حاجات موضع اسئله ومهمه. فبيقول الاستعلام التحديد اللي هو سيلكت كويري يعتبر من اكثر الانواع شيوعا، ويستخدم لاسترجاع البيانات من جدول واحد او اكثر، ويعرض النتائج في صفحه البيانات. يبقى هو بيستخدم لايه؟ لاسترجاع البيانات من جدول واحد او اكثر. طب استعلام رقم 2 اسمه استعلام إجرائي. الاستعلام الإجرائي أكشن كويري. الاستعلام الإجرائي أكشن كويري. الاستعلام الإجرائي هو استعلام يجري تغييرات على العديد من السجلات في عملية واحدة فقط. يبقى هو بيقوم بالعديد من التغيرات على العديد من السجلات في عملية واحدة فقط. وفي عندي 4 أنواع من الاستعلامات. بناء على بناء على التغير اللي هيعمله. يعني لو التغير ده هيبقى تغير حذف هيبقى اسمه ديليت كويري اللي هو استعلام حذف. طب لو التغير ده هيكون تحديث، يعني هحدث البيانات الموجودة في الجدول، فهيبقى اسمه ابديت كويري اللي هو استعلام التحديث. طب لو التغيير ده هيكون الحاقي، يعني ببتدي اضيف اضافة لبعض السجلات لجدول بالفعل موجود، فهيبقى اسمه ابند كويري. ابند كويري اللي هو استعلام الالحاقي. او لو انا عايزه اعمل انشاء لجدول جديد، فاذا هيبقى اسمه ميك تيبل كويري، استعلام انشاء الجدول. يبقى دلوقتي الاستعلام الاجرائي عباره عن عباره عن استعلام بيجري تغيرات على العديد من السجلات في عمليه واحده او اكثر، منه 4 انواع. استعلام الحذف ده يستخدم لحذف مجموعه من السجلات من جدول واحد او اكثر. استعلام تحديث ابديت كويري يجري استعلام التحديثات تغييرات عامه على مجموعه من السجلات في جدول واحد او اكثر، والتغييرات قصده بيها هنا التحديث. والابند كويري استعلام الالحاقي ده بيضيف الاستعلام الالحاقي مجموعه من السجلات، اهو اضافه، يضيف مجموعه من السجلات من جدول واحد او اكثر الى نهايه جدول واحد او اكثر. يبقى الاضافه بتكون فين؟ في نهايه الجدول الفعلي الموجود. طب ميك تيبل كويري اللي هو استعلام انشاء الجدول، ده بيستخدم هذا الاستعلام لانشاء جداول جديده من كافه البيانات او جزء منها في جدول واحد او اكثر. احنا كده اخدنا نوعين من الاستعلام. نيجي على الاستعلام رقم 3، هو اسمه استعلام البارامترات او الاستعلام الشرطي، بارامترز كويري. بيقول لي يعرض عند تشغيله مربع الحوار الخاص به ليطالبك بمعلومات. يبقى استعلام البارامترات بيعمل لك بيظهر لك مربع حواري، ده بيطالبك بمجموعة من المعلومات زي معايير معينة لاسترداد سجلات او قيمة تريد ادراجها في حقل. يمكنك تصميم استعلام شرطي ليطالبك باكثر من معلومه. يبقى الاستعلام الشرطي او الاستعلام البارامتري يبقى هو عباره عن مربع حوار بيظهر لك وبيطلب منك مجموعه من المعلومات علشان يقدر من خلالها ياخد اكشن. ايه الاكشن اللي ياخده؟ زي مثلا استرداد سجلات، يعني يرجع لي مجموعه من البيانات الموجوده في السجلات وادرجها في حقل جديد. طب بيقول لي الاستعلام رقم 4 هو استعلامات جدولية كروس تاب كويري. دي بتستخدم في تستخدم الاستعلامات الجدولية لحساب وإعادة بناء البيانات للحصول على تحليل أسهل للبيانات. يبقى هو بيستخدم لحساب وإعادة بناء البيانات. طب استعلامات سيكوال هو استعلام تقوم بإنشائه باستخدام عبارة سيكوال للتعرف على نافذة تحديد الاستعلام. طب ده كلها كانت أنواع الاستعلام، 5 أنواع، وعرفنا كل نوع بيستخدم في طب بيقول لي بقى لو انا عايزه اعمل انشاء الاستعلام هعمل الخطوات الاساسيه لانشاء الاستعلام جديد. هادخل طبعا في برنامج الاكسس، ادخل على تبويبه انشاء، وبعد كده من تبويبة إنشاء هبتدي أعمل استعلام جديد من خلال يا إما معالج الاستعلامات كويري ويزارد، يا إما من خلال تصميم الاستعلام كويري ديزاين. وهوريكم الجزء ده على البرنامج عشان تقدروا تكونوا متصورين أنا بتكلم في إيه بالظبط. طبعا يا جماعة دلوقتي ده برنامج الأكسس، ولكن ده نسخة قديمة عندي، مش عندي النسخة الجديدة اللي هي 2019، بس تقريبا هي نفس الحاجات، فرق حاجات بسيطة. بيقول لي دلوقتي لما أجي أفتح برنامج الأكسس، طبعا إحنا كنا واخدين الجزء التاني الجداول، فالجداول مثلا دي أول حاجة بعملها اصلا في البرنامج، من خلالها بقدر بعد كده اكمل يعني يعني ابتدي اعمل استعلامات واعمل نماذج وتقارير. فاذا هو الوحده البنائيه بتاعه الاكسس هو الجدول. لازم اعمل جدول واحط فيه كل البيانات بتاعتي، بعد كده ببتدي ببني عليها كل حاجه. طب بعد كده يعني مثلا انا قلت لكم في الجزء الثاني اللي احنا هنطبق عملي موضوع الجداول. فطبعا الجداول بفتح برنامج الاكسس وبدوس انشاء، تمام، وبعد كده بدوس على جدول بيفتح لي صفحه فيها جدول فارغ، ببتدي انا املى
كل البيانات اللي انا عايزه اشتغل عليها. تمام. طب يعني مثلا انا عامله جدول جاهز اهو، بيقول لي هنا رقم المريض واسم المريض وتاريخ الزياره، وعامله جدول تاني برضو فيه رقم الزياره واجمالي المبلغ ومدفوع والباقي ورقم المريض وهكذا. طب لو خدتوا بالكم ان الجدول الاولاني فيه رقم المريض والجدول التاني فيه رقم المريض، ده مهم جدا اعمل حاجه زي كده. ليه بقى؟ لاني لو حتى عملت 100 جدول لازم يبقى فيه على الاقل حقل واحد، احنا اتفقنا ان العمود اسمه حقل، لازم يبقى على الاقل فيه حقل واحد مشترك ما بينهم علشان اقدر اعمل ما بينهم علاقه واربطهم بايه؟ ببعض. دي حاجه مهمه. طب ده الجزء بتاع الجداول. ندخل بقى على الجزء بتاعنا النهارده اللي هو الاسم والاستعلام. طبعا هنا قايل عندي تبويبه انشاء اهي، بدوس عليها بيبقى عندي تاني مجموعة اسمها استعلامات. في عندي حاجة اسمها معالج الاستعلامات، وفي عندي حاجة اسمها تصميم الاستعلامات. لو دوست على اي واحد فيهم من خلالها اقدر اعمل حاجة اسمها انشاء استعلام. انا بعد ما دوست على تصميم الاستعلام ظهر عندي جدول. الجدول ده فيه ايه؟ فيه اول حاجة كلمة الحقل، بيظهر فيه اسم الحقل، بعد كده بيليه حاجة اسمها معايير الاستعلام. يبقى ده مهم عشان بتجيلنا في الايه، في الاسئلة. يبقى لما اجي اعمل انشاء لاستعلام ساعتها اللي بيظهر لي اول حاجة بيبتدي في السطر الاعلى باسم الحقل وبيليه معايير الاستعلام. كمل كده مع بعض. احنا خلصنا شرح الجزء بتاع الاستعلامات، هنبتدي ناخد الاسئله اللي جت عليه. اول سؤال معايا يقول لي يتضمن الاستعلام الاجرائي على 4 انواع. طبعا الاجابه صحيحه. طب ايه هم ال4 انواع؟ نراجع مع بعض. هم كانوا حذف وتحديث والحاقي وانشاء جدول. طبعا دول بالعربي ولازم اعرف اساميهم بالانجلش عشان دلوقتي انتوا هتشوفوا في الاسئله ما بيكتبليش ساعات العربي، بيكتب لي المصطلح الانجليزي. طب السؤال اللي بعديه، يعتبر الاستعلام كائنات لتنفيذ عمليات على البيانات. طبعا الاجابه ايه؟ صحيحه. استعلام التحديد من اكثر انواع الاستعلامات شيوعا ويستخدم لاسترجاع البيانات من جدول واحد او اكثر. طبعا الاجابه صحيحه، وده كان تعريف استعلام التحديد. الاستعلامات كويريز هي كائنات لتنفيذ عمليات على البيانات في الجدول. طبعا الإجابة صحيحة، دي من ضمن تعريفات الاستعلامات. طب الاستعلام هو طلب القيام بإجراء على البيانات. طبعا برضو الإجابة صحيحة. من مميزات استخدام الاستعلام تحديث السجلات وحذفها وإضافتها في عملية واحدة. طبعا الإجابة صحيحة. من مميزات استخدام الاستعلام إجراء العمليات الحسابية. الإجابة صحيحة. تعد استعلامات إنشاء الجدول مفيدة لإنشاء جدول لتصديره إلى قواعد بيانات أو جدول محفوظات يحتوي على سجلات قديمة. طبعا الإجابة صح. احنا أخدنا إيه الجزئية دي وشرحناها بالتفصيل. بيقول من مميزات استخدام الاستعلام عرض البيانات من أكثر من جدول. طبعا صح. من تبويب إنشاء، يمكن إنشاء استعلام جديد باستخدام معالج الاستعلامات وتصميم الاستعلام. صح، وطبقناها عملي مع بعض. نكمل مع بعض الأسئلة. يقول لي لا يمكنك تصميم استعلام شرطي ليطالبك بأكثر من معلومة. طبعا الإجابة غلط. لا، عادي ينفع أعمل استعلام شرطي، فالإجابة المفروض ميبقاش فيها ليه. طب تحتوي قواعد البيانات على 6 أنواع من الاستعلامات. الإجابة غلط. لا، بتحتوي على 5 أنواع من الاستعلامات. بعد كده يقول لي من عيوب استخدام الاستعلام فرز البيانات. الإجابة غلط. دي من مميزات، دي مميزات الايه، الاستعلام. طب من مميزات استخدام الاستعلام عرض البيانات من جدول واحد فقط. الإجابة غلط. هو عرض البيانات من عدة جداول. طب الاستعلامات المصممة والمعالج بتسترجع البيانات كما هي بصورة مباشرة وتكون من نوع استعلام التحديد. الإجابة غلط. نركز هنا. يقول لي الاستعلامات المصممة والمعالج الاتنين دول بيعملوا استرجاع للبيانات كما هي. الإجابة غلط. لا، هنا المعالج ده أصلا بيستخدم لحساب وإعادة بناء البيانات وتكون من النوع استعلام تحديد. لا، هو بتكون من ضمن الاستعلامات الايه، الجدوليه. تمام. طب يقول لي يوجد 6 انواع من الاستعلامات. الاجابه غلط. يوجد 5 انواع من الاستعلامات. بعد كده اسئله اختياري. يقول لي ايه؟ يمكن اضافه مجموعه من السجلات الى الجدول من خلال استعلام يسمى ايه؟ من خلال استعلام يسمى. طالما قال لي اضافه يبقى ابند كويري. طب اللي هو الاستعلام الالحاقي بالعربي يقوم بحساب المجموع او المتوسط للبيانات التي تم تجميعها، اسمه استعلام جدولي. يبقى حساب المجموع او المتوسط هيكون ايه؟ استعلام جدولي. يمكن انشاء استعلام جديد باستخدام طريقة عرض التصميم من تبويب ايه؟ انشاء. يبقى انشاء الاستعلام من تبويب انشاء. لإنشاء استعلام من خلال المعالج هيبقى إيه؟ إنشاء ثم معالج الاستعلام. نكمل مع بعض الأسئلة. يقول لي تستخدم
نقط لحساب وإعادة بناء البيانات للحصول على تحليل أسهل للبيانات. طبعا بتستخدم الاستعلامات الجدولية، يستخدم لحساب وإعادة بناء البيانات زي ما أنا لسه قايلة فوق أهو، كروس تاب كويري. يبقى إذا هو بيكرر لي نفس السؤال، بس أهو مرة جابهولي بالمصطلح العربي ومرة جابهولي بالمصطلح الإنجليش، يبقى لازم أخلي بالي. يقول لي هنا تمكنك إيه من إجراء سؤال على قاعدة البيانات؟ طبعا تمكنك الاستعلامات من إجراء سؤال على قاعدة البيانات. في استعلام السيكوال يحتوي الجزء العلوي من الجدول على ايه والجزء السفلي على معايير الاستعلام. وريتها لكم دي يا جماعه عملي. في استعلام السيكوال بيحتوي الجزء العلوي على على اسماء الايه الحقول، اما الجزء السفلي بيحتوي على معايير الاستعلام. طب استعلام يجري تغييرات على العديد من السجلات في عمليه واحده فقط. طالما يجري تغييرات على العديد من السجلات اسمها اكشن كويري. يمكنك زيادة كل طالب حصل على درجة أقل من 5 درجات لرفع المعدلات التي حصلوا عليها باستخدام استعلام التحديث. أنا هي بعمل تحديث للداتا أو تحديث للبيانات، يستخدم لاسترجاع البيانات من جدول واحد أو أكثر، هيبقى اسمه استعلام التحديد. بعد كده يتضمن الاستعلام الإجرائي على كم نوع؟ على 4 أنواع. لعرض البيانات من عدة جداول معا في نفس الوقت طبعا هيبقى ايه الاستعلام. تحسب ايه المجموع أو المتوسط أو العدد أو نوع آخر من الإجمالي للبيانات التي تم تجميعها. طبعا تحسب الاستعلامات الجدولية كل ده. يتطلب الاستعلام ايه معايير محددة؟ طبعا يتطلب الاستعلام البارامتري. يضيف ايه مجموعة من السجلات من جدول واحد او اكثر الى نهاية جدول واحد او اكثر. اضافة يا جماعة يبقى استعلام الحاقي او append query. لتنفيذ الاستعلام من خلال الضغط على ايقونة التشغيل. طبعا ايقونة التشغيل احنا كلنا عارفينها لما نيجي نسطب اي برنامج، هي run. هو تنفيذ عمليات على البيانات في الجداول كحذف سجلات او تحديثها او انشاء الجداول او الحاق السجلات بها. ده كل ده مين بيقوم بيه؟ هو الاستعلام. بيستخدم لإنشاء جدول جديد من كافة البيانات أو جزء منها في جدول واحد أو أكثر. استعلام إنشاء جدول، يبقى الاستخدام لإنشاء جدول جديد يبقى استعلام إنشاء الإيه الجدول. وزي ما معوداكم يا جماعة حاولوا تربطوا السؤال بالإجابة، لأن دايما الأسئلة بيبقى فيها مفتاح للإجابة. طب بيعد إيه وصفا للسجلات التي ترغب في استرجاعها من قاعدة البيانات؟ بيعد الاستعلام هو وصف الاستجلات وهكذا. يقول لي عند تسجيل مجموعة من الطلاب الجدد وإدخال بياناتهم على جدول الطلبة يتم ذلك من خلال استعلام الحاقي، أو لو ممكن يجي بالإنجليزي append query. هو قصده هنا تسجيل مجموعة من الطلاب، يعني إضافة مجموعة من الطلاب. يبقى طالما كلمة إضافة يبقى استعلام الحاقي أو append query. بعد كده يقول لي يستخدم لتحديد الحقول والسجلات المطلوب استخراجها من قاعدة البيانات. طبعا دي معايير الاستعلام. يمكن استخدام طريقة ايه لإنشاء استعلام تحديد يدوي؟ يبقى يستخدم طريقة عرض التصميم. يمكن استخدام طريقة عرض ورقة البيانات لإنشاء استعلام تحديد يدوي. الإجابة غلط، بيستخدم طريقة تصميم لإنشاء استعلام تحديد يدويا. طب يمكن استخدام طريقة عرض التصميم لإنشاء استعلام تحديد يدويا. طبعا الإجابة إيه صح، هو فوق أهو، هو نفس السؤال مرة جايبولي بصيغة غلط، فهنشيل كلمة ورقة البيانات وهيبقى المفروض الإجابة بتاعتها إيه تصميم، وتحت جايب لي نفس السؤال بس إيه بالطريقة الصحيحة. كده احنا خلصنا مع بعض الاستعلامات. هنبتدي ندخل على ايه، على تاني حاجة في تبويبة إنشاء اسمها النماذج أو فورمز. ما تنسوش تدعمونا بشير ولايك للقناة عشان نقدر نقدم لكم كل جديد. ولو في حد عنده أي استفسار يا ريت يكتب لنا في الكومنتات وإن شاء الله هنرد عليه. طب نكمل مع بعض. يقول لي النماذج فورمز إيه هي؟ هي مكان تسجيل أو إدخال البيانات التي ترغب في حفظها في الجدول وتحريرها. يا جماعة قبل ما أشرح النماذج أنا عايزة بس أخليكم تتصوروا معايا. أنا دلوقتي لما أدخل على برنامج الأكسس أول حاجة بعملها الجدول زي ما شرحت لكم، والجدول ده هو الأساس بتاعي لأن هو اللي بتكون متخزن فيه كل البيانات اللي بعد كده هبني عليها شكل البرنامج وأي حاجة أنا عايزة أعملها. فأول حاجة بجهز جدول فيه كل حاجة. رقم 2 استعلامات. الاستعلامات دي مجموعة من الإجراءات بستخدمها عشان أقدر أربط الجداول ببعض وابتدي أطلع منها النتائج اللي أنا عايزاها. ممكن أعمل حذف أو إضافة أو أعمل إلحاق، المهم بقدر أشكل البيانات واربطها بالطريقة اللي أنا حباها. بعد كده كل ده ما بيبقاش ظاهر في الشكل الخارجي للبرنامج. مين بقى اللي بيبقى ظاهر في الشكل الخارجي للبرنامج؟ هو الجزء بتاع النماذج الفورمز. يعني ايه؟ يعني اي سيستم مثلا بتشوفوه سواء كنت مثلا رحتوا معامل تحاليل، اي معمل تحاليل بيبقى عنده سيستم. السيستم ده بيبقى هو عبارة مكون من واجهة المستخدم. يعني ايه واجهة المستخدم؟ يعني دلوقتي الدكاترة او العاملين في المكان بيبتدوا يتعاملوا مع السيستم من خلال النافذة دي، بيبتدوا يسجلوا في بيانات المرضى،
بيسجلوا فيه التواريخ الزيارة والأسعار والتحاليل. دي اسمها واجهة المستخدم، هي دي اللي بتظهر أول ما تفتح البرنامج وبتبتدي تدخل بيانات كل حالة بحالتها، هو ده اسمه النماذج. يبقى إذا أنا عشان أقدر أعمل سيستم زي ده لازم أول حاجة يكون عندي جدول فيه بيانات أساسية وعندي استعلامات، وبعد كده ابتدي اصمم شكل النموذج اللي انا عايزاه. عايزه مثلا خانه اسم المريض في الشكل الفلاني في الحته الفلانيه، عايزه السعر او الباقي بيبقى موجود في الحته الفلانيه. انا ببتدي اصمم الشكل اللي انا عايزاه، وهو ده بيسمى بواجهه المستخدم. فيا رب تكونوا بس ايه تصورتوا معايا الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. تمام، نبتدي بقى نشوف يعني ايه نماذج وتعريفاتها. يقول لي النماذج هي مكان تسجيل او ادخال البيانات التي ترغب في حفظها في الجدول وتحريرها. طب النماذج هي واجهة المستخدم زي ما قلت لكم التي يصممها المطورون لتمكن المستخدم من التعامل مباشرة مع قواعد البيانات دون الحاجة لفهم برنامج الأكسس. طبعا الناس تتعامل مع واجهة المستخدم، طبعا ده شكل البرنامج الأكسس يا جماعة. أول ما نفتحه تبويبة إنشاء هنلاقي المجموعة رقم 3 معايا اللي هي مجموعة نماذج، هنلاقي فيه نموذج وتصميم نموذج ونموذج فارغ ومعالج النماذج والتنقل ونماذج ايه اضافيه. نبتدي نقول النموذج ده لما بدوس عليها بيعمل لي انشاء نموذج يسمح لك بادخال معلومات لكل سجل على حده. يعني ايه كل سجل على حده؟ يعني انا النموذج ده لما ابتدي اعمل فيه ادخال للبيانات كل مره بدخل فيها بتبقى ايه تسجيل جديد، مش اسجل كذا حاله في نفس الواجهه. لا، يقول لي نموذج فارغ. النموذج الفارغ ده يمكن تصميم نموذج من نقطه البدايه لعده جداول مرتبطه معا في نفس قاعده البيانات. اما معالج النماذج ده بيستخدم في عمل نموذج يحتوي على حقول من عده جداول مرتبطه معا في نفس قاعده الايه البيانات. يبقى احنا كده عرفنا الفرق ما بين الثلاثه، النموذج والنموذج الفارغ ومعالج النماذج. ابتدي ادوس على نماذج ويفتح لي الواجهه بتاعه النماذج، بيفتح لي على طول تلقائي معاه تبويبتين فرعيتين، تبويبه اسمها ترتيب وتبويبه اسمها ايه تنسيق. طب ايه الهدف بتاعت كل واحده؟ تبويبة تنسيق بيقول لي لإضافة خلفية أو شعار لنموذج تم تصميمه مسبقا. يعني ممكن أضيف خلفية، الخلفية دي ممكن تكون صورة أو شعار لنموذج تم تصميمه مسبقا. وبرضو لجعل أبعاد خلفية النموذج مناسبة للمساحة الموجودة هنقوم باستخدام إيه تمدد أفقي. على فكرة دي مهمة جدا لا يخلو منها امتحان. يبقى لجعل أبعاد خلفية النموذج مناسبة للمساحة الموجودة هنقوم باستخدام إيه تمدد أفقي. طب تاني تبويبة فرعية بتتفتح لي اسمها ترتيب. ترتيب وظيفتها ايه؟ بيقول لي يمكنك من خلالها التحكم في تباعد الأعمدة والصفوف في الايه في النموذج، يعني تظبط أبعاد النموذج. تمام. طب نبتدي بقى ناخد الأسئلة اللي جت على النماذج. أول سؤال معايا بيقول لي يمكن تصميم نموذج من نقطة البداية لعدة جداول مرتبطة معا في نفس قاعدة البيانات باستخدام نموذج فارغ. الإجابة صحيحة، طالما هو من نقطة البداية يبقى أنا هستخدم نموذج فارغ. طب النماذج هي واجهة المستخدم التي يصممها المطورون لتمكن المستخدم من التعامل مباشرة مع قواعد البيانات دون الحاجة لفهم برنامج أكسس. طبعا إجابة صح. السؤال اللي بعديه يقول لي يستخدم معالج النماذج في عمل نموذج يحتوي على حقول من عدة جداول مرتبطة معا في نفس قاعدة البيانات. الإجابة صح. يمكن استخدام النموذج في مايكروسوفت أكسس لإدخال البيانات والسجلات وتحريرها وعرضها. طبعا صح. النماذج فورمس هي مكان تسجيل البيانات. الإجابة صحيحة. لجعل أبعاد خلفية النموذج مناسبة للمساحة الموجودة نقوم باستخدام تمدد أفقي. الإجابة صحيحة. يستخدم النموذج المقسوم لعمل نموذج يتضمن بيانات عدة حقول من عدة جداول مرتبطة معا في نفس قاعدة البيانات. الإجابة غلط، مش يستخدم النماذج المقسوم، بيستخدم معالج النماذج. طب لإنشاء نموذج من نقطة البداية هنختار قاعدة بيانات فارغة؟ لأ، من قائمة إنشاء هنختار نموذج فارغ، مش قاعدة بيانات، نموذج فارغ اللي هي اسمها بلانك فورم. طب يمكن إضافة شعار كخلفية للنموذج ولكن لا يمكن إضافة صورة كخلفية. غلط، لا ينفع عادي أضيف صورة كخلفية. النماذج التي تنشأ بالتصميم لابد وأن تحتوي جميعها على 3 أجزاء من ضمنهم رأس وتسجيل لسهولة التنظيم. الإجابة غلط، مش شرط، مش بالضرورة ان النموذج اللي انا هنشئه لازم يبقى فيه رأس وذيل للصفحة، مش شرط. السؤال اللي بعد كده يقول لي النموذج ينشأ من خلال التصميم ثم إنشاء ثم إدراج الأدوات التي يراها المصمم. لا، هو من خلال إنشاء على طول. بدخل على تبويبة إنشاء، بختار إيه
نموذج. لا يمكن إنشاء النماذج باستخدام حقول سواء من جدول أو استعلام. الإجابة غلط. لا، فعلا يمكن. النماذج هي أماكن تجميع البيانات. الإجابة غلط، هي أماكن تسجيل أو إدخال وتحرير البيانات. يمكن إنشاء النماذج من خلال جدول فقط أو استعلام فقط. الإجابة غلط. لأ، يتم إنشاء النماذج من خلال جدول أو استعلام أو برضو من خلال عدة جداول مرتبطة. يستخدم النموذج لإدخال البيانات وعرض كافة السجلات مرة واحدة. الإجابة غلط، هي واحدة في كل مرة. لإضافة رأس وتسجيل للنموذج بالضغط على الماوس الأيسر، يعني كليك شمال، لا هو كليك يمين، بدوس على كليك يمين عشان أقدر أضيف رأس وزيل للصفحة. طب تعرض البيانات الفعلية؟ تعرض طريقة عرض النموذج، من اسمها تعرض يبقى طريقة عرض النموذج. لإنشاء نموذج من خلال المعالج هعمل هدوس على تبويبة إنشاء ثم معالج النماذج. السؤال بعد كده يقول لي يمكن إعداد نماذج قابلة للعرض وتعديل البيانات باستخدام Access Pages. بعد كده يقول لي يستخدم النموذج لإدخال البيانات وعرض يعرض كل سجل على حدة. هي مكان تسجيل البيانات التي ترغب في حفظها في الجدول وتحريرها هو فورمز قصده بيها نماذج. لتوفير تفاصيل حول سجلات فردية بنستخدم النماذج. لكي تكون أبعاد خلفية نموذج مناسبة للمساحة الموجودة هنستخدم حاجة اسمها تمدد أفقي. يعتبر واجهة المستخدم في قاعدة البيانات هي النموذج. لإضافة خلفية لنموذج تم تصميمه مسبقا يكون من خلال تنسيق. يمكن التحكم في تباعد الأعمدة والصفوف في النموذج من خلال تبويب ترتيب. دول التبويبتين الفرعيتين اللي بيظهروا أول ما ابتدي يحصل إنشاء لنموذج. فالتبويبة الفرعية اللي هي اسمها تنسيق زي ما شرحنا، من خلالها أقدر أعمل إضافة لخلفية نموذج. الخلفية دي ممكن تكون شعار أو صورة. أما التبويبة الفرعية التانية اللي اسمها ترتيب، من خلالها بقدر أتحكم في تباعد الأعمدة والصفوف داخل النموذج. بكده احنا نكون خلصنا الجزء الثالث معانا. ان شاء الله فاضل جزء واحد واخير، الجزء الرابع ده اللي هنكمل فيه بقيه برنامج الاكسس. برنامج الاكسس من البرامج التقيله اللي محتاجه تركيز. احنا حاولنا قدر المستطاع ان احنا نلخص لكم الدنيا ونحاول نرتبها لكم بطريقه تسهل فهمها. بالتوفيق للجميع، وانتظروا معانا ان شاء الله الجزء الثالث، وانا هحط لكم في صندوق الوصف رابط الجزء الاول والثاني. يا ريت ترجعوا لهم وتشوفوهم عشان تقدروا تفهموا ان شاء الله الاجزاء اللي بعد كده.